الفيديو الجاي يعتبر تحدي ان ازاي اللاب ده مش بتاع مونتاج وانا منتجت عليه فيديو المراجعه بالكامل، ومقارنه بينه وبين جهازي الاساسي اللي بشتغل عليه على طول. طيب بعد التجربة دي كل حاجة وضحت، والفيديو ده الغرض منه توضيح حاجات كتير مش مجرد تحدي وبس. خلينا اخش في الموضوع على طول. انا عندي جهازي الاساسي اللي دايما بشتغل عليه شغل الايديتنج والمونتاج بيجي بالامكانيات دي: بروسيسور كور اي 5 4570 اس جيل رابع بسرعة 92 من 10 جيجا هرتز، واربع انوية واربعة ثريد، رامتين 2 في 4 يعني 8 جيجا رام دي دي ار 3، كل واحدة فيهم بسرعة 1600 ميجا هرتز، يعني الجهاز شغال بسرعة 3200 ميجا هرتز. كارت الشاشة جي تي 710 2 جيجا دي دي ار 3 للاسف، اس اس دي 128 جيجا كينجستون، وهارد ميكانيكال 500 جيجا. نيجي بقى لامكانيات اللابتوب اللي تمت عليه التجربه، وهو ال اتش بي برو بوك 650 جين 2، واللي عملت عنه مراجعه الفيديو اللي فات. بروسيسور كور اي 5 6300 يو جيل سادس موفر للطاقه بسرعه 42 من 10 جيجا هرتز، وبنواتين بس واربعه ثريد، وبيجي برام واحده 8 جيجا دي دي ار 4 بسرعه 2133 ميجا هرتز، وكارت الشاشه انتل اتش دي 530، وهارد ميكانيكال 500 جيجا. امكانيات كل جهاز هتفضل موجوده على الشاشه فوق كل تيست. اللابتوب انا قلت عليه مش بتاع مونتاج لاكتر من سبب: بروسيسور موفر في الطاقه وبسرعات قليله وبنواتين بس، مفيش اس اس دي، يعتبر مفيش كارت شاشه، رام واحده بتردد قليل، والعلم انا بمنتج على السوني فيجاس 16. نروح بقى للتجربه. اثناء الشغل في الفيديو على التايم لاين بتاع التعديل، الجهازين شغالين زي الفل من غير تقطيع. لما بتفرج على الفيديو كبريفيو، جهازي الاساسي فضلت شغال عليه ساعتين متواصل، ما حصلش فيه اي تقطيع او تهنيج اثناء الشغل. اللابتوب اشتغلت عليه برضو لمده ساعتين متواصلين وما حصلش تقطيع غير في حتت بسيطه، وده يمكن حصل بسبب ان انا كنت شغال على البطاريه كمان. بمنتج على لابتوب مش بتاع مونتاج اصلا، وبيجي بروسيسور موفر في الطاقه، لا وكمان شغال على البطاريه. ده انت جاحد. خلي بالك انك تعرض الفيديو اثناء مرحله المونتاج، ده بيضغط على البروسيسور. ففي التست ده الجهازين شغالين زي الفل وادائهم قريب من بعض، وده شيء ابهرني بصراحه، رغم ان البروسيسور اللي في الكمبيوتر جيل اقل من البروسيسور اللي موجود في اللابتوب. بس برضو ما ننساش ان البروسيسور اللي في اللابتوب موفر في الطاقه ومش بتاع شغل تقيل. بروسيسور جهازي اربع انويه، وبروسيسور اللي في اللابتوب بنواتين بس. نيجي للمرحله الثانيه او التست الثاني، الريندر، وهو مرحله خروج الفيديو من مرحله المونتاج وحفظه، ودي بتضغط على البروسيسور لاقصى قدره حتى اكتر من البريفيو. اللابتوب خد ساعتين الا تلت عشان يخلص رندره، والبروسيسور شغال باقصى قدره ليه، وصل لسرعه 2.77 من 10 جيجا هرتز من اصل 42 من 10 جيجا هرتز، قصاد ان الكمبيوتر الاساسي خد 23 دقيقه بالظبط عشان يخرج الفيديو. والبروسيسور وصل لسرعه 3.19 من 10 جيجا هرتز من اصل 92 جيجا هرتز. ففي التست ده الكمبيوتر تفوق بجداره في الوقت اللي محتاجه عشان يخرج الفيديو من مرحله المونتاج. درجات الحراره، اللابتوب وقت الريندر درجه حراره البروسيسور بتاعته وصلت ل 68 درجه وكانت بتعدي، قصاد ان الكمبيوتر وقت الريندر درجه حراره البروسيسور بتاعه ما عليتش عن 58 درجه. ودي مش حاجه غريبه انها تحصل، ان في فرق بين تبريد الكيسه وتبريد اللابتوب. طب نفهم من الحدوته دي ايه؟ نفهم ان مش معنى ان الجهاز اللي فيه بروسيسور جيله احدث من جهاز تاني جيله اقل دايما بيكون افضل. لا، لازم تاخد بالك من عدد الانويه، سرعه البروسيسور، طبيعه البروسيسور ده ايه، هل هو مخصص لتوفير الطاقه والشغل الخفيف، ولا بتاع شغل تقيل، ولا بتاع كسر سرعه. وكل ده بتعرفه من اخر حرف في اسم البروسيسور، وشرحت في فيديو قبل كده معاني الحروف دي. ونفهم برضو ليه بنقول على اجهزه بتاعت مكاتب وشغل خفيف واجهزه بتاعت مونتاج وشغل تقيل. برغم ان شغل المونتاج اللي بعمله مش تقيل قوي، لكن الكمبيوتر تفوق بجداره في التحدي ده، وده شيء طبيعي. وان اللابتوب الاتش بي ينفع يتعمل عليه مونتاج عادي رغم انه مش مخصص لكده، بس هتقابلك حبه مشاكل. لو هتقدر تتاقلم عليها ومش هتاثر على شغلك فتمام. ما تنسانيش في متابعه ولايك للفيديو. هتلاقي الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتي في الكومنتات تحت، او في بروفايل على التيك توك لو بتتفرج عليه، وهتلاقي الانستجرام كمان. لو عندك استفسار ابعتولي عليه. فولو الكمبيوتر انجلش.